في مواضيع بنتكسف نتكلم فيها وبنتحرج نجيب سيرتها، بس لما يكون ليها علاقة بالصحة والمستقبل يبقى احنا كده داخلين على مشكلة، والسكوت هنا بيبقى خطر كبير. في الفيديو ده هنتكلم بصراحة عن ايه اللي بيحصل في الجسم، وليه العلم شايف ان العلاقة الخلفية خطر حقيقي. أول حاجة، الجسم مش معمول لكده أصلا، فتحة الشرج دي مصممة للإخراج مش للإدخال. الجدار الداخلي رقيق جدا، وأي ضغط أو حركة مفاجئة ممكن يعمل تمزقات صغيرة، حتى لو التمزقات دي مش باينة بس الضرر بيكون موجود، وده ممكن يعمل نزيف داخلي أو خارجي، وبيزود خطر العدوى والمضاعفات، وممكن يعمل ضعف في العضلات المسؤولة عن التحكم. ومع الوقت عضلات التحكم ممكن تضعف، وده يسبب مشاكل في السيطرة. يعني الموضوع مش مجرد وجع لحظة، ده ممكن يأثر على قدرتك تتحكم في الإخراج بعد كده. وكمان العلاقة من فتحة الشرج أكتر طريق مباشر لنقل فيروسات زي الإيد، الكبد الوبائي، وأمراض كتير، علشان الأنسجة فيه رقيقة جدا وسهلة الجرح. خطر العدوى بيزيد لحد 20 مرة عن العلاقة الطبيعية، وبيكون في احتمالية للإصابة بمرض HIV اللي هو معروف بالإيد، كمان ال HPV اللي ممكن يسبب سرطان الشرج. ومش بس كده، كمان في خطر التهاب الكبد COP اللي بيدمروا الكبد على المدى الطويل. غير كده في أمراض بكتيرية زي السيلان والكلاميديا اللي لو ما اتعالجوش بدري ممكن يعملوا التهابات مزمنة ومشاكل كبيرة. يعني جرح صغير ممكن يفتح باب لفيروسات تغير حياتك كلها. طيب، النتيجة من العلاقة ممكن تؤدي لالتهابات مزمنة أو حرقان وإحساس بعدم الراحة ممكن يفضل معاك لفترة طويلة، علشان البكتيريا الموجودة طبيعي في الأمعاء لو انتقلت للجهاز البولي أو الأعضاء التناسلية ممكن تعمل التهابات بول متكررة. يعني ممكن تلاقي نفسك بتعاني من التهابات بول على طول وحرقان مزعج كل شوية، وكمان ممكن يسبب التهابات مهبلية للشريحة، حكة، إفرازات، أو عدم راحة مستمرة. الموضوع ممكن يسيب وجع مزمن في الحوض، إحساس بعدم راحة طول الوقت، وده بيأثر على يومك الكامل، والنتيجة كل شوية تروح لدكتور مضاد حيوي كل شهر. والموضوع مش بيقف عند وجع أو عدوى، في مشاكل بتظهر بعد سنين. الممارسة المتكررة ممكن تعمل ارتخاء في العضلة العاصرة فتقل القدرة على التحكم مع الوقت، وممكن مع الوقت توصل لدرجة إنك مش قادر تسيطر على الغازات أو البراز. وكمان ممكن يسبب تهيج مزمن أو بواسير، ألم على طول، ومشاكل مزمنة. تخيل حياتك بعد كام سنة وأنت مش قادر تتحكم في جسمك زي الأول. نيجي للأثر النفسي والعاطفي، الموضوع مش جسد بس، ناس كتير بتحس بالذنب وتوتر أو حتى اكتئاب بعد كده، ولو حصلت من غير رضا كامل أو وسط ألم شديد ممكن تسيب أثر نفسي صعب جدا يتنسي، وده ممكن يسيب صدمة نفسية تقعد سنين وتفضل مأثرة على علاقتك بنفسك وباللي حواليك، وممكن تخلي الشخص ينفر من العلاقة الحميمية ويحس إن أي قرب بقى حمل تقيل عليه، وساعتها الثقة بينكم بتتهز وكل كلمة أو تصرف بيتفسر على إنه شك أو اتهام. يعني في الآخر ده ممكن يبوظ العلاقة ما يخليهاش أحسن. نتكلم عن البعد الاجتماعي والديني. غير المشاكل الصحية في كمان إحساس بالذنب أو رفض مجتمعي وديني، واللي يخلي أي علاقة تبقى تحت ضغط. في ثقافتنا العلاقة دي مرفوضة اجتماعيا ودينيا، وده ممكن يسبب إحساس بالذنب، الخوف من الفضيحة لو حصلت عدوى أو إصابة، بيزود القلق ويخلي العلاقة كلها تتوتر. الضغط النفسي المستمر بيأثر على النوم، المزاج،
وحتى صحتك الجسدية. الموضوع مش بس بيولوجيا، ده كمان حمل نفسي تقيل أوي. في الآخر العلاقة دي مش مجرد تجربة جديدة أو فضول، دي قرار ليه تمن صحي ونفسي واجتماعي. قبل أي خطوة لازم تبقى عارف كل ده عشان ما تدفعش التمن غالي بعدين.